السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الفل والهنا على احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام. النهارده بقى هنعمل الطبق العظمة ده، طبق الكرشة بقى اللي بقى زي العسل ده. كل بقى الناس اللي بتحب الكرشة تجمع لي هنا، والناس اللي ما بتحبهاش انتوا حرين بقى، مش هتدوقوا بقى الجمال ولا الطعم ده. عامله لكم حاجه كده دايبه دوب دايبه دوب كده بامانه، طعم بقى ولا احلى من كده. حاجه كده بتقولي ان انا ما اكلتش كرش قبل كده. طريقه كده سهله وبسيطه، وكمان بتطلع معاكي بقى زي العسل، بتطلع معاكي دايبه دوب، طعمها جميل جدا. لو اول مره كده تعملي الطريقه بتاعتي دي هتقولي بقى ان انا ما اكلتش كرش قبل كده. شوفي الفيديو كده للاخر عشان تعملي معايا كده وكده كل حاجه حلوه. لو اول مره تشوفي الفيديو بتاعي متنسيش بقى في لايك، متنسيش في الاشتراك وفعل زر الجرس، دوس على كلمه الكل عشان تشوفي معايا كل حاجه حلوه وكل حاجه جديده. متنسيش بقى في تعليق حلو كده منكم يفرحني. ويلا بقى ان شاء الله نبسم الله ونبتدي. بسم الله كده ونبتدي مع بعض. معانا بقى الكرشه بنكون طبعا غاسلينها بقى بميه وملح وبليمون وبكمون، نقعينها كده شويه وغسلناها بقى غسله حلوه كده خالص مش اي زفاره. ومعانا بقى طبق كده بصل حلو كده كبير، يعني بتاع 5 بصلات كده كبار. هبدا ارفع كده حله على النار، احط فيها حوالي كده معلقتين او 3 سمنه. هبدا بقى ان انا اضيف كده عليهم البصل هسيبه زي ما هو، يعني دوبك هتقلبه بس تقليبه كده صغيره. وهبدا اضيف عليه الكرش، انا مش عاوزاه يصفر ولا يدي اي لون، هو زي ما هو كده. بيبقى بقى طعمه كده مسكر وطعمه لذيذ جدا، وهو بيبقى يعني ما بياخدش اي لون كده. دوبك قلبناه كده تقليبه واحده، وابدا بقى اضيف عليه الكرشه. انا كده خلاص ضفتها. هتبدا بقى من اول غلوه كده هتلاقي ان هي بدات كده يبقى فيها ميه، زي ما انتم شايفين كده غليت غلوه بقى فيها ميه. بقلبها كده تقليبه وبضيف عليها نص معلقه من الفلفل الاسمر، وبسيبها بقى ان هي تشرب الميه بتاعتها خالص. لما تشرب الميه بتاعتها ببدا بقى اغطيها بالميه لحد لما بتستوي خالص، وببدا بقى ان انا سيبنا بقى كده الكرشه تستوي على النار زي ما قلت لكم كده. هي شربت ميتها وضفنا عليها الميه غطيناها. لما بقى تلاقيها استوت خالص ونبدا نحضر الصلصه بتاعتنا. معانا طبق كده من الطماطم هنبدا نضربه في الخلاط، ضفنا عليه كوبايه ميه كده ونبدا نضربه بقى في الخلاط، ونبدا بقى نضيفه على الكرشه كده زي ما انتم شايفين كده. خلاص هي استوت معانا، شربت الميه بتاعتها وضفنا لها الميه. لما لقيناها استوت خالص نبدا بقى نضيف لها الصلصه، ونضيف عليها بقى معلقه صغيره من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسمر، ومعلقه صغيره من الملح. هتبدا بقى تغلي لما تتسبك كده معانا، ويبقى بقى طعمها زي العسل، وتبقى كده خلاص كده هي جهزت معانا. تغلي كده غلوه ونبدا نوطي عليها، تاخد بقى طعم الصلصه كده، هيبقى طعمها بقى كده خلاص. الكرشه استوت معانا بقت بقى بالمنظر ده. بص الصلصه بقى يعني غليت كده معاها، خليتها بقى زي العسل. الناس بقى اللي بتحب الكرشه تعملها على الطريقه ديت هتطلع معاكي جميله جميله جميله. وكمان مسويينها بقى سوا كده، يعني دايبه كده دوب. شربت ميتها كده وسيبناها بقى تستوي في الميه التانية اللي ضفناها عليها. بصوا بقى منظرها، يعني بصراحه طعمها تحفه جدا. بتحط لهاش طبعا توابل غير ملح وفلفل اسمر كده زي انا وريتكم. جميله جدا. لو حابه كده تقدروا بقى قرن فلفل حراق كده بقى في الصلصه بيدينا بقى طعم خرافه. طعمها حلو جدا، اعمليها على الطريقه ديت ان شاء الله هتعجبك وهتطلع معاكي كده زي العسل. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسونيش في لايك، ما تنسونيش في الاشتراك وتعليق حلو منكم كده، وفعلي زر الجرس، دوس على كلمه الكل عشان تشوفوا معايا كل جديد وكل حاجه حلوه. واسيبكم في حفظ الله والسلام.